أصله إيه مع تغريد سعيد. رمضان كريم. مشاهدي ومتابعي All for Blind في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأهلا بيكم في أولى حلقات أصله إيه. بندور معاكم عن أصل العادات المصرية المرتبطة بشهر رمضان واللي رمضان ما بيحلاش إلا بيها، وأول رمز مصري أصيل بيعبر بيه المصريين عن فرحتهم وسعادتهم وابتهاجهم لحلول الشهر المعظم هو الفانوس. كلنا بنستنى الفانوس من السنة للسنة، كبار قبل صغيرين، ومفيش حتة في مصر مش هنلاقي فيها الفوانيس بكل أشكالها وألوانها الجميلة مزينة كل الشوارع والبيوت. بس يا ترى إيه هي حكاية الفانوس؟ وظهر إمتى وإزاي؟ وليه أصلا ارتبط برمضان؟ بداية ظهور فانوس رمضان كانت على أرض مصر المحروسة، وتحديدا في العصر الفاطمي، وفي أكتر من رواية بيحكوا عن أصل الفانوس وارتباطه برمضان، كلهم أجمل من بعض. منهم مثلا الرواية اللي بتقول إن في رمضان عام 362 هجريا دخل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي للقاهرة، وخرج الشعب كله في موكب مهيب لاستقباله والترحيب بيه والاحتفال بوصوله، واستقبلوه بالأغاني والفوانيس اللي كانت عبارة عن شموع محطوطة على قواعد خشبية ومحاطة بالجلد الرقيق علشان تفضل منورة وما تنطفيش بسرعة. الخليفة عجبته الفكرة جدا، ومن وقتها ارتبطت الفوانيس بشهر رمضان. وفي رواية تانية بتقول إن في العصر الفاطمي كان الخليفة لازم يخرج لاستطلاع هلال شهر رمضان بنفسه، وكان بيخرج معاه الأطفال شايلين الفوانيس علشان ينوروا له الطريق، وكان طريقه من باب النصر لباب الفتوح لحد باب الذهب، والأطفال طول الطريق كانوا شايلين الفوانيس وبيغنوا أغاني مبهجة احتفالا برؤية هلال شهر رمضان. ومن وقتها الفانوس أصبح أساسي في الشهر الكريم. ازدهرت صناعة الفوانيس بشكل كبير جدا في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله، اللي أمر بتعليق الفوانيس على مداخل الحارات وكل البيوت طول أيام الشهر، وفرض غرامات كبيرة على اللي يخالف الأمر ده. سر الصنع هنلاقيه في أحياء زي الغورية والأزهر وحي بركة الفيل بالسيدة زينب والحسين. ومصر هي اللي نقلت صناعة فوانيس رمضان لكل الوطن العربي، وتطورت صناعة الفوانيس وأشكاله عبر العصور لحد ما وصلت لكل الأشكال والأحجام الكتيرة الجميلة اللي احنا بنشوفها دلوقتي. بس كده، دي كانت أصل حكاية فانوس رمضان. لو عايزين تعرفوا حكايات تانية عن أصل العادات الرمضانية في مصر استنونا في حلقة جديدة، ورمضان كريم.